يا ترى، هل الصراع اللي منشوفه بالشرق الأوسط هو مجرد صراع إقليمي ولا في قوة عظمى بتحرك الخيوط من وراء الستار؟ اليوم رح نتعمق في تحليل مثير للجدل بيطرح نظرية جريئة جداً إنه روسيا بتلعب لعبة خطيرة وهي هاي استراتيجيتها الخفية. الاعتراف الأمريكي الأول بأن روسيا ضربت الجيش الأمريكي. هذه الجملة مش مجرد عنوان صحفي، لا، هذا هو الادعاء الصادم اللي بيشكل قلب التحليل اللي رح نستعرضه اليوم. اتهام بيغير كل قواعد اللعبة وبيشير إلى أن اللي بنشهده ممكن ما يكون حرب بالوكالة وبس، بل مواجهة مباشرة. طيب، على أي أساس بيقوم هذا الاتهام الصادم؟ خلونا الآن نفكك الأدلة اللي بيقدمها المصدر عشان يدعم فكرة إن لروسيا دوراً مباشراً في هذا الصراع. الفكرة الأساسية هون هي إنه اللي منشوفه على السطح، يعني الصراع اللي بيبدو إنه بين إيران وخصومها، هو بالحقيقة مجرد واجهة. المصدر بيقول إن المحرك الحقيقي هو الكرملين، وإن إيران هي مجرد أداة في خطة جيوسياسية أكبر بكتير. وهون منشوف كيف بتصير الأمور على أرض الواقع. حسب المصدر، يقال إن الأقمار الصناعية الروسية بتعطي معلومات استخباراتية دقيقة ولحظة بلحظة لإيران عن تحركات القوات الأمريكية، وهالمعلومات هي اللي مكنت إيران من تنفيذ هجمات دقيقة جداً، دقة صعب جداً تحقيقها بدون دعم من قوة عظمى. لما نشوف هجمات دقيقة لهي الدرجة مثل الهجوم اللي قتل جنود أمريكيين بالكويت، المصدر بيطرح سؤال مهم: هل فعلاً إيران عندها القدرة على هيك شيء لحالها؟ التحليل بيشير إلى أنه الجواب هو لأ، وأنه بصمات روسيا واضحة تماماً، يعني القدرات الهجومية هاي أكبر بكثير من المعلن. بس ليش ممكن روسيا تخاطر بهيك مواجهة مباشرة؟ الدعم التكتيكي هذا هو بس جزء صغير من صورة أكبر. خلونا الآن نكشف عن الاستراتيجية الروسية الكبرى والدافع الحقيقي وراء كل هذا التدخل. إذن، شو هو الهدف الأخير لروسيا من كل هذا؟ حسب هذا التحليل، كل خطوة مدروسة ومحسوبة. الهدف مش بس إثارة الفوضى، لا، هو تنفيذ خطة محكمة عشان تحقق مكاسب استراتيجية عالمية، وطبعاً على حساب خصمها الرئيسي. وهذه هي استراتيجية المستنقع. الفكرة بسيطة بس فعالة جداً: استدراج خصمك اللي هو بهالحالة أمريكا لحرب طويلة ومكلفة وما إلها نهاية واضحة. الهدف هو استنزاف مواردهم العسكرية والاقتصادية وأضعافهم على الساحة العالمية، بالضبط زي اللي صار مع أمريكا في فيتنام أو مع الاتحاد السوفيتي نفسه في أفغانستان. والمصدر هون بيفصل الاستراتيجية هاي لخطة من 4 خطوات واضحة. أولاً، إشعال المنطقة بهجوم على إسرائيل. ثانياً، جر أمريكا لمستنقع الشرق الأوسط. ثالثاً، تشتيت انتباه وموارد أمريكا بعيداً عن أوكرانيا. والخطوة الأخيرة، تحقيق النصر في أوروبا بينما الخصم الرئيسي غرقان بصراع تاني. والشيء اللافت للنظر هو التشابه المذهل بين الاستراتيجيتين. يعني بينما أمريكا بتدعم أوكرانيا عشان تستنزف الجيش الروسي، المصدر بيشوف أن روسيا بترد بنفس الطريقة بالشرق الأوسط، بتستخدم وكلاء عشان تستنزف الجيش الأمريكي، كأنها حرب استنزاف عالمية بس على جبهتين مختلفتين. بس الحرب هاي مش بس صواريخ وجنود، في جبهة ثانية يمكن تكون أهم: الحرب الاقتصادية. خلونا نمشي وراء مسار الفلوس ونشوف كيف هذا الصراع ممكن يكون مربح جداً لروسيا. شوفوا هذا الخلل الاقتصادي المذهل بالمواجهة: طيارة مسيرة كلفتها كم ألف دولار، بتضطر أمريكا تطلق صاروخ دفاعي ممكن يكلف ملايين عشان يوقعها. يعني حرب استنزاف اقتصادي بامتياز، تستنزف الخزينة الأمريكية لمواجهة تهديدات رخيصة. وكل صاروخ بينطلق بالشرق الأوسط له صدى مباشر على الاقتصاد العالمي. كل ما زاد التوتر، أسعار النفط بتعلى، وأسعار النفط الروسي وصلت تقريباً ل 90 يورو للبرميل بسبب هالصراع. بعبارة تانية، عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بيمول مباشرة آلة الحرب الروسية في مكان تاني. وهذا بيخلق اللي بيسميه المصدر عاصفة مثالية لصالح روسيا. فكروا فيها: أسعار الطاقة بترتفع، منافسها الرئيسي بسوق الطاقة إيران بيطلع من المعادلة بسبب الصراع. بنفس الوقت الملاحة بالخليج بتتعطل، وهذا بيخلي اقتصادات كبيرة مثل الصين والهند تعتمد أكثر على النفط الروسي. يعني مكاسب اقتصادية من كل جهة. بكل صراع في رابحين وخاسرين، بس بلعبة الشطرنج الجيوسياسية هاي يمكن الرابح ما يكون هو اللي بيقاتل على الجبهة. خلونا نلقي نظرة على تقييم المصدر لمين المستفيد فعلاً من كل هالفوضى ومين اللي بيدفع الثمن. هذا الجدول بيعطينا ملخص قاسي:
بجهة الرابحين منلاقي روسيا وإسرائيل كل واحدة بتحقق أهداف استراتيجية واقتصادية. أما بجهة الخاسرين فمنلاقي إيران اللي بتواجه دمار، وأمريكا اللي بتستنزف مواردها، ودول الخليج اللي بتعاني من التهديدات المباشرة وعدم الاستقرار الاقتصادي. توزيع واضح للمكاسب والخسائر. طيب، بعد كل هالتحليل بيبقى السؤال الأهم: لوين رايحين؟ الجزء الأخير من هالتحليل بيلقي نظرة على المستقبل المقلق وبيستكشف نقاط التوتر اللي ممكن تولع المرحلة الجاية من الصراع. مسار التصعيد بيبدو واضح ومقلق، من غارات إسرائيلية بتستهدف قيادات بقلب إيران لتهديدات مالية من الإمارات ممكن تشل الاقتصاد الإيراني، وبيوصل الكلام لحرب برية محتملة باستخدام قوات غير أمريكية. كل نقطة على هالخط الزمني هي خطوة لصراع أوسع وأخطر. وهون بنشوف تفسير مثير للتصريحات اللي ممكن تبدو متناقضة. المصدر بيشوف إنها مش علامة ارتباك، لا، هي جزء من تكتيك نفسي مدروس. الفكرة هي إنك تخلي خصومك بحالة تخمين دائم، تتلاعب فيهم وتمنعهم يتوقعوا خطوتك الجاية، وهذا بيضيف طبقة جديدة من عدم اليقين على الموقف المتفجر أصلاً. وهذا بيوصلنا للسؤال الأخير والمقلق اللي بيطرحه هذا التحليل: هل ممكن العمليات بالخليج تتوسع وتصير حرب برية شاملة؟ سؤال ما له أجوبة سهلة، وبيترك المنطقة والعالم كله بحالة ترقب ليعرفوا شو ممكن يجيب المستقبل وشو هي الخطوة الجاية بهاي اللعبة الجيوسياسية الخطيرة.